اهي الاكله دي بقى من حلاوتها وجمالها تتاكل طول السنه، مش لازم يعني يوم معين. وكمان بقى ايه التكات والحركات بتاعتها هتخليها في حته تانية خالص. يلا نخش على الوصفه كده على طول. حط لنا بس لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناه. بقى انا هجيب الحله بتاعتي واحط فيها شويه زيت كده، واحط معلقه من الثوم هشوحها كده، واول ما تشم ريحه الثوم انزلي بقى بطشه الخل الجميله ديت، تاخد غلوه بس كده اهوت. وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي. تمام كده، نزلنا بقى بالطماطم بتاعتنا. تعالي نتبلها بقى بشويه ملح كده ورشه فلفل اسود، وهحط عليها معلقه كده من السكر عشان ايه تعادل الحموضه بتاعتها. وكده بقى ايه الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه وجميله. هوطي عليها واسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. يلا بقى على الخطوة اللي بعدها كده. هجيب بقى دلوقتي الحلة بتاعتي واحط فيها معلقة من السمنة ومعلقة كده من الزيت، وهنزل بقى بالرز بتاعي المغسول الجميل دوت، وهديله بقى ايه تقليبة كده هوت علشان ايه يتغلف بالسمنة ويتغلف بالزيت الاول. وبعد كده بقى هنزل بالشوربة بتاعتي، شوربة اللحمة اللي انا سلقاها وجاهزة، هنزل بيها كده وهي سخنة على الرز. هغطي وش الرز كله بالشوربة، وبعد كده بقى هتبلها بالملح والفلفل الاسود بس كده. هخليه عالي عليه، واول ما يتشرب هروح موطيه عليه على الاخر خالص. وبعد كده بقى ايه هسيبه يستوي براحته. وكده بقى خطوة الرز جاهزة معايا. يلا بقى على الخطوة اللي بعدها. جبت بقى في صينيه كده هوت العيش البلدي الجميل بتاعنا دوت، وقطعته كده قطع صغيره، وبحته سمنه كده ابتديت ان انا احمصه في السمنه كده. هفضل اقلب عليه باستمرار لغايه اما ياخد اللون الجميل بتاعنا دوت ويقرمش كده ويبقى محمص. تعالي بقى نعمله تكات كده وحركات هتخلي طعم العيش دوت في حته تانية خالص. هتخليكي كده تاكلي العيش كده هوت من جماله وحلاوته. جبت الطاسه كده وحطيت فيها حته سمنه، وحطيت فيها معلقه من الثوم. هبتدي اشوحها كده، واول برضو ما تشم ريحه الثوم الجميله ديت هتنزلي عليها بشويه خل كده. واول بقى ما تعمل تش كده اهوت تبقى خطوه حلوه قوي قوي. هنزل بيها كده بقى على العيش وهو سخن ومولع، هتودي العيش في حته تانية خالص. كده التكات بتاعت العيش خلصت معانا؟ لا طبعا، ده لسه في اهم تكه دلوقتي. في الفترة بقى دي دلوقتي الصلصة بتاعتنا اتسبكت وبقت جميلة. هاخد معلقتين كده من الصلصة هحطها فوق العيش، وهبتدي ايه اقلب عليها كل دوت وانا لسه مولعة على العيش ما طفتش عليه. هقلب كده على العيش بقى وشم ريحته بجد خطير خطير. نفس الطاسة بقى اللي انا عملت فيها طشة التوم للعيش هاخدها كده هوت وهنزل باللحمة بتاعتي المسلوقة. هشوحها كده واخليها تاخد لون كده جميل، بتبقى حلوة جدا الخطوة دي. هفضل اشوح فيها كده اهوت، وهحط فوق منها رشه فلفل اسود لغايه اما تاخد اللون الجميل بتاعنا دوت. بقى كل حاجه بقت جاهزه معانا. انتوا طبعا عرفتوا هنعمل ايه. يلا بقى ايه نظبط الطبق الجميل بتاعنا دوت. هنزل كده بقى بالرز المفلفل بعد ما استوى وبقى جميل جدا. هنزل بيه كده في الصينيه بتاعتي او السرفيس او اي حاجه هتحطي فيها عندك. هسويه كده بالطريقه ديت. احط الاول طبقه من الرز، وبعد كده بقى هنزل بالعيش المقرمش الجميل اللي احنا عملناه ده. بجد العيش طعمه خطير خطير جدا بالطريقه ديت. يلا بقى صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحط لنا لايك للفيديو. كده بقى نزلنا بالعيش بتاعنا وبقى تمام. تعالي بقى هات الشوربة بتاعتنا بتاعت اللحمة اللي احنا سلقناها. هاخد بقى كبشتين بس كده من الشوربة هحطهم فوق منها. هتبقى دي كده اول مرة احط عليها شوربة دلوقتي. هما الكبشتين دول بس كده. خلاص حطينا الكبشتين. تعالي بقى بقيت كمية الرز بتاعتك كلها حطيها فوق طبقة العيش كده بالشكل دوت. يا جماله، بجد احلى اكله تتاكل في اي وقت، خطيره جميله جدا. بس هي عايزه شويه تكات وحركات كده هتنقلها في حته تانية خالص. حطينا كده بقى طبقه الرز بتاعتنا كلها. هنزل بقى بالصلصه بتاعتنا اللي احنا سبكناها وبقت جميله. وبعد كده بقى هحط اللحمه اللي احنا شوحناها في معلقه السمنه فوق الوش كده. كده التكات بتاعت الفته بتاعتنا خلصت. لا طبعا لسه اهم تكه. عملت لها بقى طشه خل وتوم زي اللي احنا عملناها للعيش، بس الفرق بقى رحت حاطه عليها كبشه من الشوربه في الاخر، ورحت حطاها فوق الوش بالطريقه ديت. وبقت معانا احلى فته مصريه جميله خطيره جدا جدا. بتتاكل كده في كل الاوقات يا جماعه، مش لازم العيد بس، بتبقى ليها زهوه تانية خالص لما تتاكل في الايام العاديه. حط لنا بقى لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناه. مع السلامه.